القصة دي اتكلم عنها ناس كتير في السعودية من كام سنة، بس اللي يعرف التفاصيل الكاملة قليل جدا. الست اسمها نعيمة، مصرية، كانت عايشة في الرياض وبتشتغل في شغلانة عادية جدا. بس الناس اللي حواليها كانوا بيقولوا عليها غريبة، ما بتتكلمش كتير وما بتضحكش، وبترجع بيتها في نفس الميعاد كل يوم. بس الغريب، محدش عمره شافها بتصلي ولا حتى بترد السلام. الجار اللي ساكن فوقها قال إنه سمع صوت همهمات غريبة بالليل، زي صوت حد بيقرأ كلام مش مفهوم، وصوت صراخ أطفال، مع إن الست دي عايشة لوحدها. وفي يوم، بنت صغيرة من الجيران اختفت وهي رايحة السوبر ماركت. فضلوا يدوروا عليها في كل مكان، لحد ما في واحدة شغالة إندونيسية قالت: أنا شفت البنت طالعة شقة الست المصرية وما رجعتش. الشرطة اقتحمت الشقة، وهنا بدأت الكارثة. لقوا أوضة كاملة مرسوم فيها طلاسم على الحيطان، وتماثيل محروقة، وريش غربان، وصور أطفال متخرمة بالدبابيس. وكان في كتاب جلد قديم مكتوب عليه: كتاب الاستحضار العظيم بالعهد الفرعوني. أما البنت، لقوها جوه الدولاب، مربوطة ومرعوبة، وبتقول: كانت بتقول لي اسكتي، ده مش ألم، ده تطهير. نعيمة اتحبست، لكن قبل ما يحققوا معاها بشكل كامل اتجننت. فضلت تضحك بصوت عالي وهي بتقول: أنا ما متش، أنا راجعة تاني، واللي بدأته لسه ما خلصش. ومن ساعتها كل بنت كانت موجودة وقت التحقيق جرالها حاجة غريبة. بينهم واحدة فقدت الذاكرة، والتانية حرقت نفسها، والتالتة اختفت وهي راجعة مصر. الناس في السعودية لحد النهاردة لما بيجيبوا سيرتها بيقولوا: دي مش ساحرة، دي كانت مرسولة.